ساعة أحداث غزة وهو رافض يطلع يحلل ماتشات أو يطلع في الإعلام تضامنا مع اللي بيحصل في فلسطين. محمد أبو تريكة مش مجرد لاعب أو شخص المصلحة بتحكمه وخلاص زي اللي بنشوفهم كل شوية. ظهر محمد أبو تريكة بملامح متغيرة وكأنه كبر في الشهر ده بس 20 سنة. ملامح الحزن والتأثر الشديد بأحداث غزة ظهر عليه جدا. الصورة ملت السوشيال ميديا وأغلب الكلام عليها حزين إن ملامح محمد أبو تريكة متغيرة وكأنه كبر في السن في شهر. يمكن فعلا ملامحه متغيرة، ومع ذلك الصورة دي خلتنا فخورين بأبو تريكة، فخورين إن احنا شايفين شخص يقتضى بيه في الحياة، لأنه كده فعلا. ملامح محمد أبو تريكة المتغيرة دي أكدت ليا وللجميع إن تريكة هو اللي طلب ما يظهرش في قنوات بين سبورتس خلال الفترة دي. وحقيقي كلمة أسطورة ليها شروط، مش بتتقال لمجرد لاعب حلو داخل الملعب. الأسطورة ليه مواقف داخل وخارج الملعب لازم يكسبها علشان يبقى أسطورة، تعزز من هويته ومكانة بلده وقوميته. أكتر إنسان شفته في حياتي صادق، صادق في كلامه وفي مواقفه وحتى في تعبير وشه. أبو تريكة متغير كتير في شكله من بعد 7 أكتوبر، وواضح إنه متأثر جدا بالأحداث، لأنه إنسان نقي عايش بفطرته وطيبته ومتدين وربنا بيحبه. حبيناه وبنحبه وهنفضل نحب الراجل ده لأنه شبهنا، لأنه كاسر كل الحواجز اللي اتحطت بين النجم والجمهور عشان تبرر الاختلاف بين رد فعل النجوم ورد فعل العامة على الأحداث. لكن أبو تريكة نجم وفي نفس الوقت واحد من العامة، والأحداث مأثرة عليه زينا بالظبط، وحسبة إنه نجم ولازم يفصل بين شغله وراءه الشخصية مش موجودة في قاموسه. الحسبة الوحيدة إنه إنسان كان ومازال واحد مننا.